السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم بسكوي غولي بالشوكولا ولا الكاكاو، مع حشو كريمة المسكربون. سهل يعني، البسكوي سهل والحشو سهل، وتلقاو المقادير مضبوطة كامل تاع البسكوي وتاع الغارنيتور في صندوق الوصف تحت الفيديو. وان شاء الله تعجبكم الوصفه. وقبل ما نبداوها نصليو عن نبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دونك اول حاجه نبداو بها هي البسكوي. عندي هنا 75 غرام فارينه، 75 غرام دو فارين، 25 غرام كاكاو، 25 غرام دو كاكاو، زوج مغارف الكاكاو، يجيكم حوالي زوج مغارف كبار. نخلطهم مليح ونخليهم على جنب. خلط الكاكاو والفارينه ونحطهم لها على جنب. ونجي للبيض. عندي هنا 4 بيضات. انا هنا ما نفصلش البياض على الصفا، نخلط كلش مع بعضاه ويعني نفس النتيجه، سواء تفصلوه ولا تخليوه مع بعضاه، المهم خلطوه مليح مليح مليح. هنا زيت ساشي سكر فانيي، كي سكر فانيلا، وعندي 80 غرام سكر، 80 غرام دو سكر، وبانسيت سيل، ما تنسوش رشه الملح. ونخلط بالخلاط الكهربائي ولا اللي عندها الروبو والبيترا. خلطوا حوالي اكثر من 12 دقيقه. انا هنا خلطت 12 مينوت يعني. تقدروا حتى اللي على الخلاط تاعكم واش سريع خلطوا حتى 14 دقيقه وانتم تخلطون يولي لكم ابيض ويجيكم الخليط كي تاع الميرينغ. نزيد الفارينه والكاكاو على مرتين وزيدوا غربلوها، يعني غربناها من قبل وزيدوا غربلوها باش هكذا البسكويت تاعكم يجي متهوي. كي تزيدوا تغربلوها تنحيو دوك الحبيبات تاع الكاكاو تاع الفارينه، وخلطوا من فوق لتحت بالعقل بشويه، باسكو انا هنا مسرع الفيديو شويه. نتوما خلطوا بالعقل. كما قلت لكم الخليط زيدوه على مرتين ولا ثلاثه باش ما يهبط لكمش كي تعودوا تخلطوا فيه. فوالا كما راكم تشوفوا. وهاني غربلته مرتين، غربلت في البدايه كي خلط الفارينه مع الكاكاو، زدت غربلت كي عدت نزيد فيهم على البيض. وراكم تشوفوا. من بعد هنا نجيب ثلث مغارف كبار زيت، 3 كويير دويل. فوالا. ونزيد شويه من الخليط الاول تاع البسكوي، هكذا 2 مغارف ولا 3 من الخليط، ونخلطهم مع الزيت مليح مليح. ندخل الزيت في الخليط هذاك في الخليط تاع البسكوي، ومن بعد نضيفوا الخليط الاول الكبير باش هكذا ما يهبط لكمش. ما ديروش الزيت ديريكتومون في الخليط كامل، باش كي تعودوا تخلطوا فيه يهبط لكم، يهبط الهواء اللي فيه. ونكمل نخلط من فوق لتحت بشويه. الفرن راني شعلته على 170 درجه. انا الفرن تاعي قوي، درته على 170 درجه. وفرقوا في الخليط تاعكم في بلاطو تاع 30 سنتيمتر على 40، تاع 30 على 40. فرشت له ورق الطهي وحلوه مليح مليح. دزوا مليح الخليط القراني والحواشي باش يجيكم سويوه مليح مليح كما نقولوا. عدلوه مليح وخبطوه شويه برك، ما تخبطوش بزاف باش ما يخرجش الهواء اللي فيه. ودخلوه في الفرن بين 8 ل 10 دقائق. انا درته هنا 10 دقائق ماكسيموم، اونتر 8 à 10 مينوت، ما تعقبولوش، ماكسيموم 10 مينوت. ومن بعد ان تورشون يوميد، طرشونه شمختها وعصرتها مليح، ودرت عليها بابي كويسون واحد اخر، وفرغت هبطت البسكوي عليها هكذا كما راكم تشوفوا. وهو سخون، ما تخليوش يبرد، باسكو الا كان برد يبس البسكوي ولا يبس لكم. يعني هو حامي هكذا، يعني تقدروا تتلاحوا ليه، مش حامي حامي يحرق. المهم يعني تقدروا تتحكموا فيه. وروليو هكذا وخليوه على جنب. ونجي لا غارنيتور. عندي هنا 250 غرام ماسكربون، جبن الماسكربون. زدت عليه 2 مغارف كبار سكر، سكر غلاس. دونك 250 غرام دو ماسكربون، 2 كويير سوب دو سكر غلاس، حتى تقدروا تروحوا حتى 3. 200 مليلتر دو كريم ليكيد انتيير، ديروا 200 مليلتر كريمه سائله وحطوهم خلطوهم مليح وديرهم او فريغو. وهنا نجي عندي 3 كويير دمي دو كونفيتور دو فريز، 3 مغارف كبار ونص معجون الفراوله. وزدت عليهم عصير نص ليمونه، ان جو دان دومي سيترون. خلطهم مليح مليح. ومن بعد نديروا على البسكوي هكذا، ديروا كشغل على بلاص دو سيرو، ما ديروش سيرو، ديروا هذا راه من بعد تشربوا البسكوي، يشربوا ويجي بنين يمد ذوق. ديروا كوش فين، ما تكثروش منه بزاف بزاف، ديروا طبقه رقيقه.
ويزيد يمد الذوق للبسكويت تاعكم. ومن بعد ندير لا كريم ماسكاربون، درتها في بوشة دوي وحليتها هكذا. تقدروا ديروها بالمغرفه ما كان حتى مشكل. حلوها هكذا شويه ومن بعد روليو البسكويت تاعكم. في البدايه روليوه مليح، يعني ضغطوا عليه شويه لداخل باش يجيكم باهي من بعد في وكملوا هكذا كما راكم تشوفوا. ساعدوا بالبابي كويسون اللي حطيتو عليه، هو اللي يعينكم باش تدوروه. ومن بعد زيروا مليح باش يحكم لا فورم، يقعد واقف البسكوي غولي تاعكم يجي باهي هكذا بالكوبات ولا بيديكم برك، يعني المهم زيروه مليح. والماسكاربون لا كريم ماسكاربون اللي قعدت لي وزدت شويه، زدت خلطت شويه. وندير بهم كوش رقيقه، يعني فين كوش دو كريم ماسكاربون، ما ديروش خشين بزاف. فوالا نتوما يعني حسب التزيين كيفاش حابين ديروه من فوق وتزينوه من فوق. انا درت هنا نكوش فين. ومن بعد هكذا كما راكم تشوفوا برقه برك مسحوه باش يجيكم بيان ليس. وندخلوه في الكونجيلاتور. درتو في الكونجيلاتور. انا فرانشمون خليتها الليل كامل باسكو ما قعدليش الوقت باش نكملها في الليل. والغدوه من ذاك هنا درت شويه غاناش. عندي 50 غرام شوكولا بالحليب و50 غرام شوكولا سوداء و150 مليلتر كريمه سائله. Donc 50 grammes de chocolat au lait, 50 grammes de chocolat noir et 150 ml de crème liquide entière. ولا كريم غليوها وكبوها على الشوكولا بيان سور. مولفه ندير معكم الطريقه يعني هذه تاع الكاناش، هذه تاع اللي نزينوا بها. ومن بعد البسكوي رولي خرجته من الكونجيلاتور وكبيت عليه لا غاناش هذه. نحيو الحواشينا الموس دخلته في الماء سخون باسكو البسكوي لي كونجلي اونكور مازال جامد. دونك نحي اللي بو منا ومنا ونخليها تريح الحلوى هذه ولا البسكوي رولي هذا. ومن بعد كسان نكمل نزين. انا هنا قاعد لي الكريم ماسكاربون. نتوما يعني زينوا كما حبيتوا، التزيين اختياري. حبيتوا ديروه شويه تزينوه يعني ميوكسا كما حبيتوا. هنا زد دي فرومبواز، عندي دي فرومبواز في الدار كمل زينت بهم. وهاكم تشوفوا يجي ساهل وسريع في التحضير ويجي بنين يعني. وانما خليوها تريح في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور باش تجيكم باش تتشرب وتجيكم طريه من بعد. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما ريحت شويه خليتها في الثلاجه ريحت شويه حتى نتنحل هذاك باسكو كانت جامده كي خرجتها من الكونجيلاتور. وتتكل فريمون يشرب هذاك البسكوي ويجيكم الطري ويجي ما تشبعوش بها. هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وشهيه طيبه وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.